التعادل كان منصف للفريقين أو لا؟ لا، ما هو منصف لنا، نحن كنا لاعبين أحسن ولكن عليها، لكن إن شاء الله في المباريات القادمة حنكون أحسن من كده بإذن الله. يمكن اليوم تكلموا ناس كثير عن موضوع الحكم الأجنبي، الأهلي ما طلب حكم أجنبي، كيف شفت أداء الحكم اليوم؟ من أحسن ما يمكن، وأنا قبل كده أشدت بالتحكيم السعودي وما زلت أشيد بالتحكيم السعودي، وقلت حاجة يا إخوان ما حد ملتفت لها، الحكم يحكم على أي لعبة في جزء من الثانية. أنت تتفرج على المونيتور 3-4 مرات تنعاد لك ولساعك ما أنت قادر تسوي قرارك، فإيش تتوقع من واحد بجزء من الثانية. أنت مهندس الصفقات الاتحادية زي ما بيقولون، كيف شفت اليوم فهد الأنصاري في لنوفا عكايشي كهرباء ما شاء الله تبارك الله يتباركون فيك صار جمهور الاتحاد؟ الله يبارك فيهم، أنا بالعكس هذا شيء يسعدني أنهم يكونوا يخدموا نادي الاتحاد ويقدموا أفضل، والمأمول منهم أنهم يقدموا أفضل منك. إحنا لسه في البداية والكباتنة كلهم أسماء كبيرة ما شاء الله تبارك الله، من يوم ما تعاقدنا معاهم كانوا في بلدهم أسماء كبيرة ولهم اسمهم ولهم وضعهم، يعني في الحمد لله توفقنا فيهم. والله هذه مباراة كبيرة، الواحد يحب يبذل مجهود قد ما يقدر، والحمد لله توفقت زي ما تقول، بس كان ودنا نفرح الجمهور ب3 نقاط بس الحمد لله. اليوم بعد الهدف اللي سجله بدر في مرماكم توجهتوا البدر، ايش كنتوا تقولوا البدر؟ والله بدر بصراحة لاعب كبير، يعني ما يحتاج، يعني انت شفتوه حتى بعد الجول كان ثابت ولا انهز، الحمد لله سوى اللي عليه، واي غلطة اي حد يغلطها، بس الحمد لله تداركنا الوضع الحمد لله وجبنا التعادل. كنا خير من المنافس في المقابلة هذه، كنا مالكين النسق نتاع المقابلة. اليوم كانت مقابلة كبيرة، كل اللاعبين كانوا متحمسين وكل واحد أعطى نقاط إيجابية في فوق الميدان، وزاد الجمهور كان حماسي اليوم، هو زاد حمسنا أكثر. والله احنا قدمنا مباراة كبيرة كل شافها، ضيعنا هجمات كثير يعني، بس الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل، قدرنا نتعادل مع شقائنا النادي الأهلي والحمد لله. عدنان اليوم شاهدنا روح في الملعب، ايش سر الروح؟ والله طبعا الروح انه كل اللاعبين كنا مع بعض، وكان كلامنا قبل المباراة تقريبا من بعد مباراتنا مع الوحدة كنا خلاص يعني انه دائما نكون موجودين مع بعض، نيجي من بدري التمارين ونجلس مع بعض، الحمد لله هذا كان له ردة فعل إيجابية الحمد لله. المباريات القادمة ان شاء الله نقدم مستوى